Hey Mary. تقفش قدام المراية وتقول الجملة دي لأنك ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك. في الفيديو ده أشهر قصة رعب تاريخية وما زالت مستمرة لحد دلوقتي. لو انت سنك أقل من 18 سنة يا ريت تسمع الفيديو ده مع حد أكبر منك. ماري الدموية. مين هي ماري وإيه قصتها؟ ماري الدموية هي أشهر قصة رعب حصلت على مدار التاريخ، وماري دي كانت ملكة لإنجلترا زمان. ماري عشان تظهر لك بيبقى لها شروط معينة بس مش سن معين. كل اللي هقوله لك في الفيديو ده ما تحاولش انك تعمله عشان ما تعرضش حياتك للخطر، وحتى لو حاولت تجرب وما حصلكش حاجه في وقتها فاعرف ان اللعنه بتاعتها مش هتسيبك طول عمرك. المشروب او السناكس بتاعك يا صديقي، وتعالى بينا ندخل في تفاصيل قصتنا. بداية القصة بتاعتنا لما ماري سمعت صوت أطفالها بيعيطوا، فراحت بسرعة على الأوضة بتاعتهم عشان تطمن عليهم زيها زي أي أم عادية بتطمن على أولادها. بس للأسف هي دخلت الأوضة عليهم وما لقيتهمش، قلبت البيت كله عليهم وما كانش لهم أي أثر نهائي. وفضلت على الحال ده لمدة شهر بتدور على أولادها، لحد ما في يوم من الأيام هي وجودها لقت أولادها مذبوحين ومرميين في الغابة. أبشع موقف أي أم ممكن تمر بيه إن أولادها يختفوا من البيت وفجأة إن هي تلاقيهم مذبوحين ومرميين. بعد كده قامت ميري بجمع خدامها كلهم عشان تجبرهم على الاعتراف، فاللي ما كانش بيعترف سواء هو اللي عمل الجريمه ولا ما عملهاش كانت بتذبحه بالسكينه على طول. فضلت على الحال ده لحد ما خلصت على جميع خدامها، وفضلت مكمله على كده لحد ما دخلت على سكان المدينه بقت تدبح فيهم واحد ورا التاني، وده كله لحد ما جن جنونها خلاص. ولسه ما وصلتش لمين اللي قتل اطفالها. وبعد كده انتحرت ميري وقطعت شرايينها. دخل عليها الجنود لقوها سايحه في دمها بعد ما فقدت عقلها من حزن على اطفالها. ومن اليوم ده اتحولت من الملكه ميري الى ميري الدمويه. وعشان جن ميري يحضر لازم الشروط دي تتنفذ بالحرف، وهي انك تكون بعد الساعة 12 بالليل وفي الحمام وطافي الانوار وماسك شمعة منورة وبتكرر الجملة دي 3 مرات: بلودي ميري بلودي ميري بلودي ميري. صديقي خد بالك الموضوع ما فيهوش هزار والقصة حقيقية وعن تجارب. ميري ما اكتفتش بقتل الخدام وسكان المدينة وبس، دي كمان اتحولت على الأطفال وبقت تدبح فيهم وبطريقة بشعة جدا، بقت تخلع راسهم من جسمهم. قلبها كان مليان بالغل والحقد من ناحية الكل، وده بسبب إنها ما عرفتش مين اللي عمل كده في أطفالها. ميري عمرها ما كانت دموية ولا شريرة، ميري كانت ضحية بسبب اللي هي مرت بيه. مرضها النفسي هو اللي خلاها تعمل كده، بقت تقتل في اللي حواليها ومش شايفة أي حد، وده كله بسبب أطفالها. صديقي بنبه عليك المرة الأخيرة ما تحاولش إنك تعمل أي حاجة من اللي سمعتها في الفيديو. الموضوع ما فيهوش هزار وحرفيا انت ممكن تتأذي جامد. وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. فلو انت اول مره تشوفني يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، ولايك وشير للفيديو عشان الكل يسمع القصه ويستفاد هو كمان. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.